هل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن التراويح نعمة البدعة هي؟ نعم صحيح أن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام، ولكن لا يقصد البدعة التي نعرفها الآن والتي هي التقرب إلى الله بغير ما شرع، وإنما قصد عمر البدعة وهي الطريقة التي قصدها عمر. تاريخية عن التراويح، عن وضع التراويح. جميل. أولا الاسم في حد ذات التراويح هو مبتدع. لا، ليس هناك في الإسلام ما يسمى تراويح، ما في، لا في زمن الرسول ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر نفسه. نعم. العملية اسمها قيام الليل يعني؟ بالضبط. جميل. العملية أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حث على قيام الليل، التهجد وقيام الليل وصلاة الليل وقرآن الفجر، كل هذه أشياء يعني معروفة للمسلمين جميعا. جميل. نعم. وخص رمضان بالقيام. جميل. فجاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أراد أن يترجم ما أمر به المسلمين بالقيام وشد المئزر، وجاء على طرف من بيته. جميل. في المسجد، طرفا من بيته. طيب هو بيته نعم، ملصق المسجد، ملاصق خرج المسجد. نعم. إلى المنطقة الأولى هذا وبدأ يصلي. جميل. فالصحابة في ذلك الزمان وهو رسول الله شافوه يصلي، وما أجمل أن تصلي خلف رسول الله. صحيح. فكلهم توافدوا للصلاة خلف رسول الله أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. عندما جاء الرابع اختفى الرسول عنهم تماما. نعم. معناته إيه؟ خشي أن تفرض. معناته خشي أن تفرض كما قال، وكما قالت ستنا عائشة أيضا عنه. إذن العملية لو كانت سنة نعم أو كان يريدها أن تفرض لاستمر فيها، يعني حتى ما ترى أنها سنة ولا هي ولا سنة، لأنه المسنون هو القيام. نعم. يعني نحن دخلنا شعبان في رمضان، دخلنا التراويح في القيام. نعم نعم. فإذا سيدنا عمر في عهده رأى المسلمين يجوا من السوق بعد ما يصلوا العشاء قبل ما يروحوا لبيوتهم، يتجمعوا 5 هنا 10 هنا 10 هنا، واحد فرد حاله يصلوا. فارتأى عليه رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد، وقالوا له بدعة. فقال لهم استنى علي. نعم. أنا جايك في الكلام. طيب أنا آسف. أنا ما أتكلم إلا عن حقائق. طيب أنا آسف. وأجيب الأدلة كعين الشمس. جميل. والأوضح. جميل. فجاء عمر وجمعهم، غاب عنهم فترة من الأيام، وجاء مع أحد الصحابة إلى المسجد ووجدهم يصلون، فقال للصحابي الذي معه: نعم البدعة هذه. نعم البدعة. عمر نفسه سماها بدعة. قالوا له بدعة، قال نعم البدعة هذه. نعم البدعة هذه. تمام. نعم. هذا كلام سيدنا عمر. نعم. غاب عنهم أياما. نعم. ثم عاد ورآهم يصلون، وقال للصحابي الذي معه: انظر نعم البدعة هذه، ولكن خذ كلمة ولكن الذي ينامون عنها أفضل منها. فين هذه اللي ينامون عنها؟ عيد العبارة عشان اللي هي القيام. نعم. أفضل منها. نعم. يعني هذا كلام عمر بن الخطاب. يعني يصلون التراويح وينسون القيام. ايوه، يروحوا تعبانين وصلوا. نعم. هذا يروح. فقال نعم البدعة هذه. نعم. والذي ينامون عنها أفضل. نحن دائما نقتطع النصوص، ناخذ النص اللي يمشي مع أهواءنا، أقوالنا ورغباتنا، وإن نحن مؤيدين هذا ونمشي عليه، والباقي ننسى. نعم البدعة هذه. في نقطة ثانية. تفضل. كل تطوع ليس بواجب. كل تطوع ليس بواجب. نعم. التطوع ليس بواجب. نعم. إن شئت عملته وإن شئت لم تعمل. صح ولا لا؟ نعم. هذه واحدة. 2، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المفروضة
إلا المكتوبة. نعم. يعني الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته كل صلاة إلا المكتوبة بالمسجد، اللي هي الصلاة الفروض اللي هي الخمسة، الفجر والظهر والعصر الفروض الخمسة. نعم. فإذا لا يمكن أن نأتي بصلاة ليست مفروضة ونصليها بالمسجد ونعمل لها خيام ودنيا. يعني نحن خرجنا عن كل قواعد اتباع السنة بشكل غير طبيعي. أولا أن المسنون هو القيام، نعم، فجعلناه تراويح ونصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وإخواني إخوة الإسلام. معكم المستشار أحمد عبد ماهر في بث جديد حول صلاة التراويح. لما رأيته من ابتئاس الكثير من الإخوة الذين رأوا أن المساجد مغلقة وفاتهم صلاة التراويح، فأحببت أن أسري عن أحزانهم وأقول لهم لعل الله أراد بكم خيرا أنكم لم تصلوا التراويح. هذا الأمر يا إخوة اللي بقوله ده منبثق من كتاب الله، علشان لا يظنن أحد بي سوء. فالمولى عز وجل تكلم في القرآن عن أشياء كثيرة وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. فتعالوا معنا في رحلة قرآنية لنرى المطلوب منا بالضبط، وما هو الفرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة التراويح. 3 صلوات هم بنتكلم فيهم: صلاة القيام، صلاة التهجد، صلاة التراويح. ايه الفرق بين ال3 دول؟ لازم تعرف. المسلم الشاطر الكويس لازم يعرف ويفهم دينه مظبوط، علشان المشايخ ما تضحكش عليك وتوقفك طابور قدامها زي الشاويش كده اللي كل شوية يوقف الناس طابور زيادة. وبعدين انتوا عارفين ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فتعالوا بقى نشوف الحكاية دي ايه. صلاة القيام وصلاة التهجد صلاتين مختلفتين في التوقيت، وكلاهما منفردا بنص كتاب الله. ازاي؟ اقول لك ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن؟ بيقول قم الليل الا قليلا. بيقول ايه بقى؟ قم، مش قوموا. قم للمفرد، الامر للمفرد. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الامر كله لمين؟ لواحد بس اهو. يبقى صلاة القيام صلاة تتم بعد صلاة العشاء، وهي صلاة منفردة ومأمور بها الرسول أو المسلم منفردا. طب التهجد دي بقى بتتم إما بعد منتصف الليل أو بعد لما تنام شوية وتقوم، المهم تبقى قبل صلاة الفجر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومن الليل فتهجد، مش فتهجدوا، فتهجد واحد اهو، به نافلة لك مش لكم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واحد شيخ بقى من المشايخ اللي هم متعلمين أونطة ومتعلمين غلط هيقول لك ما في آية بتقول إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. أيوة في آية كده قال لك أهو، خلاص أهو في وطائفة من الذين معك. قول له بقى يا شاطر يا عم الشيخ، يا شاطر يا اللي اتعلمت في معهد أصلا ما فيهوش مراجع
صحيحة إلا نادرا. افهم كلام. أولا هذه السورة من سورة المزمل، وسورة المزمل هذه هي السورة رقم 3 في التنزيل. يعني القرآن، انتوا عارفين القرآن نزل منجما، ماليش دعوة انه نزل على قلب الرسول دفعة واحدة، انما انا بتكلم ان هو نزل ليك وانتوا بقى منجما، يعني على مراحل. دي كانت السورة نمرة 3، وهي سورة في مرحلة مكة، يعني في المرحلة الأولانية، والصيام فرض في المدينة عشان تبقوا فاهمين برضو. يعني الصيام ده فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد ما هاجر النبي في السنة الثانية اتفرض الصيام بتاع رمضان. يبقى ودي سورة المزمل، لما راح لستنا خديجة وقال لهم زملوني 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 لما نزل له جبريل وقال له اقرأ. دي السورة بقى دي. والآية دي اللي انت بتقولها دي، إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فاقرأوا ما تيسر منه. دي الآية رقم 20 من هذه السورة. يعني عايز أقول لحضراتكم إنه ما كانش فيه رمضان من أصله. عايز أقول لحضراتكم إن ده في فترة مكة قبل الهجرة. عايز أقول لحضراتكم إنه هذا الكلام برضو بيقول إن الله يعلم أنك، بيكلمه هو، تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الذين معك هنا بقى مش بيصلوا وراه جماعة، ما كانوش بيصلوا وراه جماعة، لا، وطائفة من الذين معك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ده لسه في مرحلة الخوف ومرحلة مكة، أيام ما كانت الدعوة سرا. يا جماعة نفهم الدين كويس، لو سمحت ما تخلوش حد يغشكوا. روح شوفها كده في المصحف، هتلاقي الآية رقم 20 من سورة المزمل، وهي سورة مكية، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة في المدينة. يبقى محدش ينصب عليك. يبقى إذن نعرف من كده إيه بقى؟ نعرف من كده إنه صلاة القيام واجبة. صلاة القيام واجبة لأنها أمر من الله للقادر. وصلاة التهجد واجبة لأنها أمر من الله للقادر. حاول بقى تبقى قادر، حاول تبقى قادر. كون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حاول علشان تنفذ دينك صح، وتعرف تتكلم مع المشايخ صح، عشان المشايخ ما تعلمكش غلط، وتخلي الأمة كلها تصلي صلاة التراويح وتوقف الناس طابور وانتباه، ويقعد بعد الأربع ركعات لو يقعد يقول لنا درس غصب عننا ويقول لنا كلام هو أصلا يعني كلام أقول إيه بس. فيبقى إذن هناك فرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة التراويح. صلاة القيام والتهجد أمر من الله، أما صلاة التراويح فدي بدعة. ويقال أنه سيدنا عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه، لكن هي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما اللي بينصبوا بقى يقولوا إن النبي عملها مرة ولا عملها 3 أيام، دول ده النصب العادي يعني بتاع طبيعي يعني في التراث بتاعنا. يبقى إذن لازم نعيد الكرة ونتأكد. طيب هل لما أنت قلت دلوقتي إنها واجبة تبقى واجبة يبقى لازم نعملها؟ لا طبعا. واجبة للقادر على التطوع، واجبة للقادر على التطوع، لكن ليست لازم، إنما لازم تعملها مرة واحدة في حياتك. لازم. أقول قولي هذا